فئة عمل عنها أبحاث ودراسات كتير، أغلبهم أثبت تفوقهم وتمكنهم في مجالات الحياة المتنوعة لدرجة إنهم حكموا مصر أكتر من مرة، وأكتر من 12 مليون مواطن الدولة دلوقتي بتسعى إنها توفر لهم الحماية الاجتماعية والأمنية. وده مش جديد على مصر وحكامها، لأن عهد الفراعنة كان لذوي الهمم مكانة وكانوا بيشغلوا أعلى المناصب زي المسؤول في الخزانة الملكية، يعني بالبلدي دلوقتي زي وزير المالية. فعندك مثلا الملك سبتاح أحد أحفاد رمسيس الثاني، كان رجله الشمال أقصر من رجله اليمين، اللي حكم مصر أكتر من 7 سنين. وخد عندك دي الملك توت عنخ آمون نفسه، واللي كان عنده إعاقة في المشي، لقوا في مقبرته أكتر من 134 عصاية ذهبية. مش بس كده، ده كمان كانوا محتكرين مهن معينة زي مثلا الأقزام، كانوا محترفين في صناعة الحلي، وده بسبب أطرافهم الصغيرة اللي كانت بتمكنهم من تشكيل الحلي بسهولة. وده ظهر على جدران مقبرة ميريروكا. وبشكل عام الأقزام ليهم مكانة اجتماعية كبيرة لدرجة كان ليهم معبود زي الإله بس، اللي كان على هيئة قزم وبيمثل رب المرح والسعادة، وإنهم بيظهروا في النقوش الموجودة على ما لا يقل من 50 مقبرة ومعبد، اللي بيأكد اهتمام الدولة المصرية ليهم. وهو بحث الكاتبة كوزما بعنوان الأقزام في مصر القديمة، واللي ذكرت فيه إن مصر المصدر الرئيسي للمعلومات عن الودانة، والودانة هي اضطراب نمو العظام والتقزم في عصر الدولة الوسطى. وظهر أدب الحكمة، وده شكل من أشكال الأدب المصري القديم، واللي اتذكر في إن التقزم يعتبر إعاقة جسدية، بل الأقزام ليهم مكانة اجتماعية مرموقة. ده اللي أكدته المؤرخة بيتي أديلسون. وأشهر الأقزام هو سينب، اللي حقق مكانة اجتماعية مرموقة، واتجوز الكاهنة سنيتس أميرة من أميرات القصر، واتدفنت في مقبرة فخمة بالقرب من أهرامات الجيزة. واللي أكد اهتمام المصري القديم بذوي الهمم واكتشاف أول عضو صناعي في العالم، وهو إبهام القدم اليمنى لبنت أحد الكهنة في فترة ما بين 950 و710 قبل الميلاد. وده بيأكد عبقرية الفراعنة في اكتشاف أصبع قدم تانية مصنوع من خشب جلد بيرجع لسنة 600 قبل الميلاد. ولسه الاهتمام بكنز الوطن وبتوفير الرعاية الكاملة ليهم موجود لحد دلوقتي، وده بيظهر في تغيير قوانين وتعديلها، وكمان إطلاق مبادرات لدعمهم، وأشهرهم مبادرة قادرون باختلاف، ووجود صندوق قادرون باختلاف اللي بيوفر الدعم العالي لتوفير احتياجاتهم، وكمان بيتحمل تكاليف العمليات الجراحية ورعاية الموهوبين، ووجود تسهيلات من الدولة زي كارت الخدمة المتكاملة لذوي الهمم، واللي يقدر من خلاله يكشفوا ببلاش في المستشفيات الحكومية، ووجود تخفيضات وعلى أسعار التذاكر المواصلات العامة، وخصومات في الاشتراك في مراكز الشباب، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية وعلى السيارات، والدخول للمناطق السياحية مجانا. ده غير الدمج في المدارس والجامعات، وتخصيص 5% من القوى العاملة للقطاع الخاص ليهم. وده بيأكد لنا اهتمام الدولة المصرية بتوفير الرعاية الكاملة اللي بيحتاجها ذوي الهمم، لأنهم جزء أساسي من أي مجتمع. وبيأكد لنا كمان إن الإعاقة مش بتمنع حد من تحقيق حلمه، وإنهم يمتلكوا الإصرار والتحدي على إنه بيمكنهم من التغلب على أي من الصعوبات اللي بتواجههم.